لفقرة مباراة الأسبوع، حيث وقع الاختيار على لقاء الوداد البيضاوي وأولمبيك خريب. رحل بينيتو فلورو وجيء بشريف لقيادة الوداد لبر الأمان. فريق القلعة الحمراء وبعد الخسارة في الجولة الأولى بثنائية أمام الجيش الملكي بحث عن رد الاعتبار والتصالح مع جماهيره، وبالفعل فعل، فكان أونداما ونجدي في الموعد. في المقابل لم يجد الفرنسي فرانسوا براتشي الوصفة السحرية، وواصل حصد النتائج السلبية رفقة فارس يطمح للعب دور البطولة من جديد. التفاصيل مع عبد الله جعفر. على وقع الهزيمة كانت البداية، هزيمة دقت المسمار الأخير في نعش بينيتو فلورو مع الوداد، يتم الاستنجاد بأبناء الفريق الأبرار مصطفى الشهب وراشد الدودي الوصفة الاستعجالية عندما تشتد الأزمات. المارد الأحمر وفي معقله بمركب محمد الخامس ومؤازرا بعدد قليل من عشاقه استقبل أولمبيك خريبكا الذي حقق تعادلا بطعم الانتصار في الجولة الماضية. شعار الفوز قاسم مشترك بين الفريقين، لكن بالنسبة لأصحاب الضيافة فالفوز يعني أكثر من 3 نقاط، مصالحة الجماهير وإعادة الثقة والهدوء للبيت الودادي. أعطيت ضربة الانطلاقة، حذر وترقب، تركز للكرة في وسط الميدان وغياب للهجمات الخطيرة ومن الطرفين. مع توالي الدقائق تحركت الآلة الهجومية لفريق الوداد، خاصة عبر ثنائي عمر نجدي وفابريس أونداما، والوجهة واحدة، شباك الحارس علوش التي ظلت نظيفة حتى الدقيقة 27، حيث سيكسر الأنغولي أونداما نتيجة التعادل لتسجيل أول أهداف بعد لعبة جميلة مع القادم من المقاصة المصري عمر نجدي. الهدف أشعل المدرجات وأعطى الثقة لرفاق المياغري، فكثفوا من هجماتهم على مرمى الحارس علوش طمعا في مضاعفة الغلة لإرباك الضيف وحسم نتيجة اللقاء مبكرا. المد الأحمر تواصل، لكن حامي عرين الفريق الفوسفاتي كان في الموعد وأنقذ مرماه من أهداف محققة. في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول كاد عمر نجدي يضاعف النتيجة عند انفراده بالحارس الخريبكي، لكنه تباطأ وأضاع هدفا كان في المتناول. في الجهة المقابلة افتقدت هجمات الأولمبيك للجرأة الكافية ولم تهدد مرمى المياغري إلا فيما نذر. في الشوط الثاني ورغم التغيير الاضطراري للوداد بإخراج برابح المصاب وإشراك بنكجال لأول مرة في البطولة، إلا أن الأفضلية في الميدان دانت الفريق الأحمر، والذي وصل البحث عن هدف ثاني استعصى حتى الدقيقة 79. تبادل الأدوار بين نجدي وأونداما ولاعب الرجاء السابق يوقع ثاني الأهداف للوداد. التأخر بهدفين جعل الضيوف يبحثون عن تقليص الفارق، فتأتى لهم ذلك عبر المتألق إبراهيم أشريف هداف البطولة الاحترافية حتى الآن ب3 أهداف، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه للهزيمة الأولى هذا الموسم. إذن الوداد يلملم جراحه ويعود للواجهة من جديد. الانتصار الأول في البطولة قد يعيد الدفء للبيت الأحمر المتصدع بتوالي النتائج السلبية، لكن الجولات القادمة قد تكشف بوضوح عن قدرات الفريق وطموحاته في التنافس على لقب ليس ككل الألقاب.